جماعه اوعوا حد ياكل او يشرب تحت الميه. ليه؟ عشان فيديو الاخير بتاعي بتاع اكل البطيخه ده يعني ده محتاج تدريب، ده ما بيجيش من يوم وليله، لان كمان ممكن اي حد يشرق. ناس كتير فضلت تسالني وفضلت تقول لي طب انت مش بيدخل لك ميه، طب انت مش بتشرق، طب انت ازاي عملت كده؟ اكيد بيدخل لي ميه، بس هي ليها طريقه معينه كده انا بقدر ان انا اخرج الميه منها، فمش اي حد، لان هي الموضوع محتاج تدريب. والفكره بقى كمان ان ده بطيخ، والبطيخ كمان لما بتيجي تاكله فبيتحول بيبقى ميه، فانت معرض جدا مع البطيخ بالذات اللي انت تشرق، فالموضوع صعب، الموضوع مش سهل. تخيل بقى اللي انت تشرق تحت الميه، يعني لا قدر الله كده الموضوع يعني مش هتبقى حلوه. حتى برضو لو اكل عادي فانت لازم تبقى متدرب، ولازم تبقى عارف ازاي بتدخل الاكل وازاي بتاكله وازاي اللي انت بتبلعه تحت الميه. اما بالنسبه للنفس ففي ناس كتير برضو سالتني على النفس، فالنفس فعلا يعني الحمد لله، بس ده برضو محتاج تدريب، ان انت زي تدريبات تطويل النفس وتدريبات ان انت ازاي تقدر ان انت تقعد الفتره دي كلها تحت الميه من غير ما تاخد نفس، لدرجه ان الناس فكرت ان ده مش حقيقي. السهل الممتنع يا صديقي.